من العلل يكمن في دواء رخيص وسهل ومتوفر للجميع. فعلا للاسف يعني الغالبيه مقتنعين انه كل ما زاد وارتفع سعر الدواء ما كان أجد فعلا. فمن اجل تطوير الصحه طبعا مشاهدينا وحياه الناس من خلال التوعيه الصحيه بفوائد شرب الماء الساخن اللي خبرناكم عنه قبل الفاصل، طبعا كطريقه للوقايه والعلاج مع بعض الامراض. نستضيف اليوم المهندس فارس بن راشد الحجري. سعد صباحك. صباح الخير. بارك الله فيك. واشكر قناه MBC اللي استضافتي في هذا البرنامج. بالعكس الشكر لك. بدايه يعني انت كرجل مهندس مسح الكميات، كيف توصلت واكتشفت اهميه هذا الماء الساخن في العلاج؟ بارك الله فيك. لكل سبب، يعني كل شيء في سبب في الدنيا. حقيقة أنا انتقلت من الهندسة إلى هذا العلاج الطبيعي، لأن بعد ما عانيت معاناة شديدة بدأ بحساسية الجيوب الأنفية، واستمر هذا الوضع صحيا من سوء إلى أسوأ حين انتقل هذا إلى الربو، ومن ثم الصداع النصفي. عندك أنت شخصيا؟ ونعم شخصيا، ووصول إلى آلام أسفل الظهر. ففقدت كل أمال إيجاد شفاء للأمراض، فبدأت أبحث عن علاج طبيعي الذي لا ضرر منه. فكانت تجربة استخدام الماء البارد وماء ساخن في صحون فيها طعام وبها دهون. كيف جاءت الفكرة؟ يعني هل قرأت في كتاب ولا أنت من نفسك بحثت؟ يعني كيف؟ حقيقة كان من نفسي ازدهارا للطاقة المخفية، بحثا منذ الطفولة. فهناك حقيقة أسباب يعني بدأت من ذلك منذ الطفولة، ولا نستطيع حتى لقلة الوقت، لكن كنت أؤمن أن سأستطيع إيجاد الشفاء لجميع الأمراض التي كنت أعاني منها من خلال العلاج الطبيعي. وتوصلت إلى هذه التجربة في استخدام الماء البارد والماء الساخن في المطبخ اللي هو في بقايا الدهون. طبعا الماء البارد معروف أنه يجمد الدهون، عكس الماء الساخن فيذوبها. فهناك كان ازدهار للطاقة المخفية أو قدرات المخفية اللي هو السبكونشوس باور. فحسيت فعلا هذا هو سيغير حياتي، وبدأت بهذه التجربة. يعني سيد فارس، هي ربما الماء الساخن والماء البارد جاب طبعا نتيجة إيجابية معك في علاج ما كنت مصبه، ولكن هل جربت على حالات أخرى شبيهة لك وفعلا أتت بنفس النتيجة أو مع أمراض حتى أخرى؟ بالفعل أنا قبل ما أجرب مع الآخرين، عندما جربت لنفسي وبدأت أحس مع خلال فقط تناول ما يعادل كأسين ماء ساخن في الصباح قبل غسل الأسنان على الريق نعم واقفا، فبدأت أحس الوضع الصحي يتحسن، وبدأت أضيف الكمية شيئا فشيئا لغاية ما وصلت إلى الشفاء بالكامل، ونلت شهادة اعتراف من اللجنة الطبية تؤكد خلوه بالكامل من جميع الأمراض دون استخدام الأدوية إطلاقا، فقط بالماء ساخن. نعم. ومن ثم طبعا زادت التجربة مع الآخرين، بحيث أن هذا دواء طبيعي لا مضر منه، فإن ما نفعك ما يضرك. فاستخدمت التجربة مع زوجتي التي كانت تعاني من مرض الكوليسترول السيء LDL، فشفت بشفاء كامل، وبالتالي بدأت تزداد التجربة مع الآخرين حين توصلت إلى شفاء أكثر من 27 مرض، منها السكري، أمراض مزمنة، ارتفاع ضغط الدم، وكثير حتى السرطان لعدم وجود الهيدروجين بداخل الخلايا السرطانية إطلاقا. طبعا هي السؤال اللي بيحضر في بالنا وبال كل المشاهدين انه كيف الطريقه وما المقصود من الماء الساخن؟ يعني كم درجة حرارته؟ هل اللي يغلى أو لا يغلى؟ وكيف طريقة؟ هل عن طريق الشرب فقط؟ سؤال وجيز، بارك الله فيك. حقيقة الماء لا يكون ما في الوسط ما بين الغليان وبين الفاتر اللي هو روم تمبريتشر، أي بالمقصود أقل بقليل عن درجة حرارة الشاي. علميا اللي هو تقريبا 50 درجة مئوية، بحيث لا تحرق نفسك عندما تشرب وتشرب على الجو. هذا هي حرارة مقياس الحرارة الشاي، حرارة الماء الذي يشرب. نعم. سيد فارس، نحن عادة أي دراسة حتى ولا كانت داخل مختبرات علشان بس يتأكدوا فعلا من مدى نجاح يعني هذه التجارب تأخذ من 5 سنوات ل10 سنوات تقريبا. كم المدة اللي استغرقت عشان فعلا تثبت إنه الماء الساخن دائما هذه بحوثي الشخصية قمت بها وتوصلت إليها، ومن ثم تجارب مع الآخرين ونيل شهادات اعترافات من قبل الأشخاص الذين شافوا بأمراض مزمنة وأمراض مختلفة. من الوقت كم استغرقت معك؟ واستغرق حتى الآن 5 سنوات، وحتى الآن 5 سنوات لم نستخدم الأدوية إطلاقا أنا وزوجتي والأولاد. حلو. فقط يعني الماء الساخن، والحمد لله عايشين بالصحة والعافية، ونسأل الله تعالى الجميع. آمين يا رب. ذكرت في أحد مقالاتك أن الإعجاز العلمي للماء الساخن في القرآن الكريم مرتبط بالعلم الحديث. نوضح هذا سؤال مهم جدا، وإن شاء الله أتمنى أن يكون في وقت أكثر في هذا الموضوع مهم جدا. ولأنها كمسلمة آمنت أن
القرآن الكريم معجزة من معجزات الله تعالى، لم يترك شيء حقيقة. فبدأت البحوث العلمية من القرآن الكريم في نفس الوقت مع العلم الحديث، لأن تواجه العالم بكل فئات مختلفة، ديانات ومذاهب وكذا. فتوصلت إلى بالنسبة للقرآن الكريم بالتحديد في سورة الواقعة، سورة التي تتحدث عن يوم الواقع، يوم القيامة. فهناك طبعا سورة الواقع تتحدث عن 3 أصناف و4 عناصر. 4 عناصر هو الإنسان كيف خلق، والتربة والماء والنار. فعلاقة ما بينه كل المجموعتين علاقة قوية جدا. بس موضوعنا الأساسي هو موضوع بحثنا هو الماء الساخن، أي خلط بين الماء والنار. جميل. فنبدأ هنا، بس تركز معايا هنا، ناخذ عنصر الماء وهو عنصر النار. ركزوا معايا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، كم 4 كلمات، والنار أفرأيتم النار التي ترون 4. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون، أنتم أنشأتموه شجرته أم نحن منشئون. طبعا الماء ونار هنا نتكلم. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. 5 نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين، فالصبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الماء الساخن أي خلط الماء والنار يصبح ماء ساخن، وعلاقة في خلق الإنسان بحيث أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون. علاقة الإنسان والتربة، خلق الإنسان من التراب ويعود إلى في نهاية المصير. وهنا كيف بدأت يعني علاقة الماء الساخن بخلق الإنسان، باعتبار أن الماء الساخن مصدر في خلق وتكوين كل إنسان. كل إنسان لولا الماء ساخن ما في إنسان في هذا الدنيا. وهذا معرف فيه علميا في الطب الحديث أو في العلم البيولوجي، السائل الأمنيوسي أو أمنيوتيك فلويد الذي يتكون من نسبة 99% ماء، وبدرجة عالية مرتفعة عن درجة طبيعية اللي هي 37.5 درجة مئوية، أي بدرجة واحدة أعلى من درجة الأم الحامل. فوجود هذا الماء الساخن في كيس الأمنيوسي هذا هو الذي يتكون الإنسان منذ بداية خلقه، مضغة ثم نطفة ثم يعني اللي هو طبعا بداية اللي هو مضغة نطفة ثم علقة ثم جنين. فهذه كل فترة 9 أشهر يتكون، بحيث أن يحمي الطفل ويحمي الأم من السموم ومن البكتيريا الضارة، لأنه بعد بداية مرحلة النمو. لكن مع هذا العصر فهنا مهم جدا هذا الملاحظة. هنا الطفل في هذه المراحل يستفيد من استيعاب كمية كبيرة من الهيدروجين بداخل الأعضاء، وهناك أكبر كمية في الكبد، ومعروف أن الكبد يحمينا من السموم. صحيح. وبالتالي هناك هذا الهيدروجين، طبعا هناك كمان في أعضاء أخرى، فوجود هذا حوض الهيدروجين أو هيدروجين بول يحمي الكبد. وبالتالي وجدوا العلماء بأن يحصل استنزاف هيدروجين، يعني ديبليشن اوف هيدروجين مع تقدم السن، لأن هذا الهيدروجين حصل من خلال الأمنيوتيك فلويد أو الماء الحار. نعم. فاستنزاف الهيدروجين هو الذي له علاقة ضعف قدرة جهاز المناعة محاربة الأمراض. فالإنسان لا لديه قدرة كافية لمحاربة الأمراض. لكن في الحياة العصرية التي نحن نعيش، الأطفال أصبحوا هم أيضا معرضين للأمراض المزمنة كالسكري والضغط والكوليسترول إلى آخره. لماذا؟ لأن وجود الحياة العصرية، المشروبات الغازية، البيئة، العوامل الحياة العصرية اللي احنا نتمتع، لكن من جانب آخر تضرنا كالأشعة الأشعة الكهربائية والإلكترونية مثل البلاي ستيشن وغيره وغيره وغيره. فحياة عصرية هي كمان جانب آخر. فهنا يحصل ديبليشن أو استنزاف الهيدروجين مع الأطفال حتى. وأيضا عدم نحن نسينا فيما يتعلق في شرب الماء الساخن. فمطلوب الإنسان يشرب الماء الساخن بحيث يعوض كمية الهيدروجين التي يحتاج الجسم. حلو. والهيدروجين مهم جدا، بس دقيق يعني حتى بس ثواني أضيف هنا. الهيدروجين هي من ضمن الفوائد، هي المادة المغذية للجسم، وهيدروجين هو وقود الحياة كما قال ألبرت جورجي. وذرة الهيدروجين تمتلك أكبر قوة فعالة مضادة للسموم. فهنا وطبعا هناك فوائد كثيرة عن الهيدروجين نختصر هنا. أكيد طبعا. هو للأسف يعني سيد فايز انتهى وقتنا، ولكن الجميل يعني في تجربتك هذه دائما احنا لما نذكر تقنيات جديدة أو اكتشافات جديدة نخاف بس فقط من لما يكون فيها سلبيات، ولكن هنا إذا ما كان زي ما قلت ما استفاد منها فأكيد أنه ما راح ينضرب بإذن الله. لا توجد سلبيات في الماء الساخن، اللهم ماء إذا كان ماء ملوث. نعم. نعم. ما لا ضر منه المنافع. يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا لك المهندس فارس بن راشد الحجري، شكرا جزيلا لك. وهذه معلومات يعني جديره بالاهتمام. انا راح ابدا فيها من بكره صراحه. اهم شيء انه ده ما فيها خوف يعني. يعطيك العافيه. شكرا لك. انا كنت اتمنى حتى وقت اكثر لان الموضوع كثير مهم والمجتمع العالم كله يتحمس. كمان ما قصت ما شاء الله بالانترنت يعني، فاللي حاب يتعرف على الموضوع اكثر. شكرا لك. احسنتم. إذن الماء الساخن أفضل الطرق للوقاية والعلاج من الأمراض. كيف ولماذا؟
وما هي حقيقة الإعجاز العلمي للماء في القرآن الكريم.